السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة عائلة رئيسة. النهاردة معانا وصفة سهلة سريعة بسيطة، زي ما اتعودت من وصفاتي إنها بتكون سهلة وتكون سريعة وتكون بسيطة. النهاردة هنعمل النايت البيتي. النايت البيتي مكوناته بسيطة جدا، سهلة جدا، سريعة. كمان يعني احنا البقايا الكيك اللي احنا بعد ما بنقطع الكيك زي كده وبنزينه يعني زوايد الكيك احنا بنستغلها في كوبات الكيك اللي هي دي، زي ما انتم شايفين. بنزينها بصوص الشوكولاته البني وصوص الشوكولاته الابيض. صوص الشوكولاته ده انا عملته عندي في بيتي. هنزل لكم الوصفه في القناه ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين اهي. طبعا وصفه خطيره، طعمها روعه روعه روعه. اسهل من احلى من واطعم من النايتي اللي بره. بالعكس كمان هنا ما شاء الله، يعني طعمها تحفة. زي ما انتم شايفين انا واحدة في عملته بصوص الشوكولاتة البني، زي ما انتم شايفين انا حاشياه بصوص الشوكولاتة البني، وفي اللي انا حشيته بصوص الشوكولاتة الابيض زي ما انتم شايفين. ودي المجات اللي احنا زيادة، البسكوت اللي زايد او النايت اللي زايد او الكيك اللي زايد احنا بنعمله في كبات كده زي ما انتم شايفين اهو. صوص الشوكولاتة الابيض، صوص الشوكولاتة البني. ده الكيك اللي زاد بعد التقطيع، بعد تقطيع الكيك النايتي. انا زينته في الكبات زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي اهو. زي ما انتم شايفين. هندخل دلوقتي على الوصفة بمقاديرها وبطريقة تحضيرها. بس قبل ما ندخل على الوصفة أتمنى أنكم تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب الخاص، قناة اليوتيوب الخاص بعائلة رئيسة، وتفعلوا زر الجرس الأسود. هتدخلوا على اليوتيوب وتكتبوا عائلة رئيسة هينزل لكم القناة. تدخلوا هتشوفوا الفيديو بالشرح بالطريقة بالتفاصيل بالمقادير بكله. بس أتمنى أنكم بعد ما تشوفوا الفيديو تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناة اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس الاسود عشان كل وصفة انا بنزلها في القناة يوصل لكم اشعار بيها. كل وصفاتي معروف انها سهلة وسريعة وبسيطة، ومكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت زي ما انتم شايفين كده. خلاص طبعا الكبات دي زي ما انتم شايفين، دي صوص الشوكولاتة الابيض والكريز، هتزينيه بالطريقة اللي تريحك يعني. ودي صوص الشوكولاتة البني، وده شكل من النايتي، وده شكل تاني، وده شكل تالت، وده شكل رابع اهو، وده اللي جنبه شكل خامس، وده شكل سادس. خلاص وده شكل سابع، وكمان شكلين 9 اشكال تزيني بيها زي ما انت عايزة. يعني 9 اشكال تعرفي تزيني بيها زي بالطريقة اللي تريحك واللي تعجبك زي ما انتوا شايفين اهو. 9 اشكال لتزيين كيك النايتي. خلاص هندخل على الوصفة. هنشرح المقادير والطريقة خطوة بخطوة بتفصيل. هقول لكم رجاء مني ليكم او رجاء خاص مني ليكم، فضلا وليس امرا تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناه اليوتيوب الخاص بعائله رئيسه، وتفعلوا زر الجرس الاسود عشان يوصل لكم كل اشعار جديد، كل اشعار جديد بكل وصفه انا بنزلها على عائله رئيسه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هندخل على الوصفه والمقادير والطريقه خطوه بخطوه. يلا هنقول سلام وندخل على مؤقتا هندخل على الشرح المقادير والطريقة. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالمقادير. المقادير عبارة عن 6 بيضات حجم كبير، فانيليا، دي سبونج، نص كوب ماء. طبعا الى جانب الخلاط اللي احنا هنستعمله في الخفق اللي هو او مضرب كهربائي اللي موجود عندك. يبقى المقادير عبارة عن نص كيلو دي سبونج،
6 بيضات، درجة حرارة الغرفة، فانيليا، نص كوب ماء او لبن حسب رغبتك. ده الخلاط اللي احنا هنستعمله في خفق البيض. هنبدأ طبعا نكسر البيض. 6 بيضات هتكسر 6 بيضات. هنا كسرنا البيض وضفنا مع البيض فانيليا. هنبدأ نضيف الدقيق، او هنضرب المقدار الاول بعدين نضيف دي حسب الرغبه، يعني كده صح وكده صح. يعني تضرب البيض الاول قبل الدقيق صح، ممكن تضرب الاتنين مع بعض برضو صح. بعد كده بنضيف السكوتش على الدقيق. هنفضل نضرب المقدار ده لمدة 10 دقايق. 10 دقايق كاملة هنضرب المقدار ده بحيث يبقى متماسك. ده حجم الكيك بعد ما يعني خلاص على وشك يخلص. ما شاء الله بصوا حجمه روعة 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 روعة. هنبدأ نجهز صينية الفرن، نحط في الفرن ونبدأ نجهز الصينية. ما شاء الله بعد 10 دقايق ضرب بيوصل المقدار بالطريقة دي، السمك كده اهو ما شاء الله اهو. يعني ممكن نقلب العلبة كده ما يقعش اهو. يعني لو قلبنا العلبة اهو مش بيقع خلاص. ده السمك المظبوط او الطبيعي اهو خلاص. هنبدأ نحط المقدار في صينية الخبز او فرن الخبز زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هنبدأ نخبز المقدار ده في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسط. هنفتح من تحت الفرن وهنسيبه لمدة نص ساعة. بعد كده نفتح ونتابع الكيك لحد لما يستوي. وهنشوفه دلوقتي. طبعا هنبدأ نجهز صاج الفرن اللي هو بالطريقة دي. الصاج ده هندهنه بالزبدة أو السمنة ونبطنه بالدقيق، أو لو مش عندك ممكن ورق، لو مش حابة تعمليه بالدقيق والزبدة ممكن ورق زبدة بتجيبيه جاهز من عند المستلزمات الحلواني وتفرشيه تحت الكيك برضو بيطلع حلو مش بيلزق. بس أنا ما عنديش ورق زبدة دلوقتي، فأنا هدهن الصاج بالزبدة وهبطنه بالدقيق. وادي الصاج بعد لما بطنته بالدقيق هنبدأ نصب فيه المقدار. وده شكل الكيك بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين اهي. زي بعد ما خرجت من الفرن بيبقى شكلها بالشكل ده. هنبدأ نزينها طبعا. المفروض ان احنا بنغطيها عشان بس يعني تبقى طرية متبقاش ناشفة. هي ما شاء الله طرية والله زي الفل. وبعد كده نبدأ نزينها طبعا. فده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. وده شكل النايتي. طبعا هنبدأ ان احنا هنحشي النايتي بفراولة، صوص شوكولاتة بيضة، صوص شوكولاتة بني اللي احنا عملناه في الفيديو. هنبدأ نحشي بيه النايتي ده ونشوف دلوقتي. زي ما احنا شايفين النايتي احنا حشينا دي بالشوكولاتة البني، ودي حشيناها بالشوكولاتة البيضة اهي، ودي بالشوكولاتة البيضة، ودي بالمربى. الحشوة اللي انت تحبيه، يعني اي حشوة انت تحبيها بتحشي بيها. هنبدأ دلوقتي نساوي الحروف، وبعد ما نساوي الحروف نقطعها، وبعد ما نقطعها نزينها. يعني هنساوي الحروف بالسكين ونقطعها، وبعد ما بنقطعها نبدأ نزين وش النايتي. زي ما احنا شايفين احنا سوينا حروف النايتي سويناها. طبعا في هنا بواقي الكيك اللي انا قطعتها بالسكين، دي مش هرميها، هحطها في كبات او كبات بالكريم شانتيه.
وده طبعا زي ما قلت لكم شكل النايتي قبل ما نزين الوش. والقطع الكيك دي مش هتترمي، هنحطها في كبات او بنشكلها بكريم شانتيه، بتبقى طعمها احلى واحلى يعني. وده الشكل النهائي لكيك النايتي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. اللي احنا بنزين بيه الوجه ده شوكولاته بيضه وشوكولاته بني. انا عملتها في بيتي، زي ما انتم شايفين ما شاء الله ثابته ومش سايحه ما شاء الله. كمان اللي زاد من الكيك انا عملت منه 2 كب الشوكولاته وكب الشوكولاته البيضه والبني. الكبات دي زي ما انتم شايفين بالكيك اللي زاد انا ما استغنيتش عنه، استغليته في ان انا عملت كبات او اللي موجود عندك اللي هي الزوايد من زوايد الكيك زي ما انت شايفه كده بالطريقه دي. شايفين المنظر؟ روعه روعه روعه. ودي النايتي اهي على جنب اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي. ده شكل النايتي، دي بالشوكولاته البيضاء ودي بالشوكولاته البني زي ما انتوا شايفين كده اهي ما شاء الله. وده شكلها من فوق. النايتي بدل ما بنجيب من بره احنا عملناها في البيت زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. ودي المجات اللي هي زي ده. شايفين انا عملت كب كيك او مجات الكيك بالزوايد الكيك، واحده بالشوكولاته البيضاء وواحده بالشوكولاته البني زي ما انتوا شايفين اهي. ودي كانت وصفه النهارده نايتي او كيك النايتي ما شاء الله عليه، طعمها روعه. الشوكولاته دي انا عملتها في بيتي، مش جايباها جاهزه، لا انا عاملاها في البيت ما شاء الله. ومزيناها بالكريز زي ما انتوا شايفين. عندك كريز احمر اخضر اصفر، اي نوع كريز عندك موجود بتعملي بيه. وادي شكل النايتي. ودي كانت وصفه النهارده. اتمنى كل اللي شاف الفيديو يدعمني بلايك وتعليق واشتراك لقناه اليوتيوب الخاص بعائله رئيسه، ويفعل زر الجرس الاسود عشان يوصل لكم اشعار جديد بكل وصفه انا بنزلها من وصفات عائله رئيسه. زي ما انتم شايفين النايت اهو روعه، بدل ما بنجيبه من بره غالي مفيهوش بركه قليل جدا، فانا عملته في البيت. النايتي ما شاء الله طعم والله مش بس شكل، ده كمان الطعم فظيع، طعم روعه. دي بصوص الشوكولاته البني ودي حشيتها بصوص الشوكولاته البيضة. ممكن تحشيه مربى، ممكن تحشيه صوص بالكراميل، اي صوص عندك تحشيه وبتزينيه بالطريقه اللي انت بتحبيها. انا زينته بكذا طريقه يعني. بصي هنا ده شكل تزيين، وده شكل تاني، وده شكل تالت، وده شكل رابع، وده شكل خامس، وده شكل سادس، وده شكل سابع، وده شكل تامن، وده شكل برضو يعني كمية اشكال زي ما انت تحبي تعملي. عملت لك كل الاشكال اللي ممكن تزيني بيها، اشكال اللي انت تحبيها زي ما انت شايفة. 8 اشكال مختلفة هتزيني بالطريقة وبالشكل اللي انت تحبيه. دي كانت وصفة النهاردة، اتمنى انها تكون نالت على اعجابكم. النهاردة وصفتنا وصفة النايتي، كيك النايتي او النايتي البيتي. مفيش اي حاجة بتترمي، كل حاجة بنستغلها. حتى لما بنقطع الكيك ففي بيزيد كيك كده صغير او فتافيت كيك صغيرة بنستعملها في المجات دي. زي ما انتم شايفين شكلها روعة، شكل وطعم اقسم بالله، الشكل والطعم. دي بالشوكولاتة البني ودي برضو بالشوكولاتة البيضة. وزي ما قلت لكم ان الشوكولاتة دي انا عملتها في بيتي مش شاريها من بره. هنزلكم الفيديو او ممكن يكون نزل على القناه. هنزل لكم الفيديو وهتشوفوا طريقه عمل الصوص. وهنعمل صوص الكراميل وهنعمل صوص الفراوله وهنعمل صوص المانجا وصوص البرتقال، كل الصوصات هنعملها. عملت لها صوص الشوكولاته البيضاء اللي هي بالنسبه لنا صعب شويه. عملت صوص الشوكولاته البني برضو، لكن باقي الصوصات ما شاء الله يعني. حتى سمك الصوص روعه يعني، شكله وطعمه. دي كانت وصفه النهارده. قبل ما اختم الفيديو واقول لكم سلام، اتمنى انكم تدعموني بلايك وتعليق واشتراك لقناه اليوتيوب الخاص بعائله رئيسه، وتفعلوا زر الجرس الاسود عشان يوصل لكم اشعار جديد بكل وصفه انا بنزلها من وصفاتي. كل وصفاتي سهله بسيطه،
مكوناتها موجودة في كل بيت، ما بجيبش أي مكون صعب أو مش موجود. كل المكونات موجودة متاحة في كل البيوت. دي كانت وصفة النهاردة، وختاما أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.